السلام عليكم. يعتبر الشعر وسيلة لكسب الرزق، وكان الشعراء يفعلون ذلك بمدحهم للملوك وأصحاب المقامات العالية لينالون منهم شيئا من المال. واشتهر منهم في العصر العباسي أبو فراس الحمداني وأبو الطيب المتنبي، وكانوا يمدحون الخليفة آنذاك. واشتهر أيضا أبو الطيب المتنبي بمدحه لكافور الإخشيدي، وكذلك جرير والفرزدق والأخطل، إذ كانوا يمدحون خلفاء بني أمية. ولكنه عندما تولى الخلافة الخليفة عمر بن عبد العزيز كان يصد الشعراء ويبعدهم. ويذكر أن الشاعر جرير ذهب إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز وأطال الوقوف على بابه، ولم يسمح له الخليفة بالدخول. وبينما هو ينتظر دخل رجل أمامه، فأرسل إليه جرير بن عطية هذه الأبيات ويقول فيها: يا أيها الرجل المرخي عمامته، هذا زمانك إني قد مضى زمني، أبلغ خليفتنا إن كنت لاقيه أني لدى الباب كالمصفود في قرني. ودخل بعد ذلك جرير إلى عمر بن عبد العزيز، وحصلت بينهم قصة طويلة. ومن طرائف ما يذكر في مدح الملوك والخلفاء أن الشاعر علي بن الجهم دخل على الخليفة آنذاك ومدحه بأبيات يقول فيها: أنت كالكلب في حفظك للود، وكالتيس في قراء الخطوب. عرف الخليفة مقصده من هذه الأبيات، ولكنه استنكرها، إذ أنها تحمل ألفاظا غليظة صعبة، فلا يليق بحضرة الملوك والخلفاء أن تمدحهم تشبيها لهم بحيوانات كالكلب والتيس. ولكنه أعرابي يعيش في صحراء قاحلة وآت من بادية ليس فيها أنهار ولا أشجار ولا شلالات، لذلك غلظ لفظه. فأمر له الخليفة ببيت في بغداد، ومكث فيه 3 أشهر. وبغداد كانت مدينة مليئة بالخضار والجمال والأنهار والشلالات. فلما انقضت هذه المدة عاد إلى الخليفة بقصيدة مختلفة تماما يقول فيها: عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري، أعدنا لي الشوق القديم ولم أكن سلوت، ولكن زدنا جمرا على جمري. خليلي ما أحلى الهوى وأمره، وأعلمني بالحلو منه وبالمر، بما بيننا من حرمة، هل رأيت ما أرق من الشكوى وأقسى من الهجر، كفى بالهوى شغلا وبالشيب زاجرا، لو أن الهوى مما ينهنه بالزجر. وننظر هنا كيف أن القصيدتان مختلفتان جدا، إذ كان يذكر أبياتا غليظة بحكم معيشته في البادية، ولكنه بعد ذلك رق لفظه وحسن كلامه، وأصبحت أشعاره مليئة بالغزل والهوى والأبيات الجميلة.